السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ اش خباركم؟ الصباح انا ما ديوش عليا. البارح مشيت حيدت التفاح النرويج في الجراضي، غير مليوح ما تيحاشيوهلوش كاع. مشيت حيدته البارح واليوم صبحت عليه غسلته. دابا غادي نمسحو نشفو مزيان باش غنصاوب الخل. خل التفاح صاوبتو لبنتي عام هادي باش صاوبتو لها. دابا راه ما بقى لها والو، نحيد له هاد البذور هادو وغادي نقطع هكا ونحطو السطل ونخليه 40 يوم. 40 يوم وعاد نحل نصفيه ونديرو في القرعه. نوريكم اللي صاوبت هادي عام. هذا عزيتو للماكله، الا هداهم الله ياكلوه طري وجنيتو بيدي. غادي تشوف هانت عام هادي باش صاوبتو لها ما بقى لها والو، بقات لها هاد القرعه هادي. قلت دابا جيت غادي نصاوب لها عاود بحالو، نخليه لها تاني ان شاء الله الا بقى العمر العام الجاي. صافي غادي نستمر اخوتي هكا ونستفو السطل. هكا باش يسهل. دابا غير نوري لكم واحد التصور لي اللي كندير هنايا، اللي هي عندي فين نحط التليفون. هنا ما عنديش. هاك غادي نستمر. دابا غادي نمسحو بعدا نشفو لان ما خصوش يبقى فيه الماء. انا غير وريت لكم الطريقه وصافي. نشفو بعدا وعاد نبدا نقطعو هكا ونستفو في السطل ونوريكم. ها نتوما خوتي بعد ما قطعت داك التفاح كامل وستفتو في السطل ونخليه 40 يوم عاد غادي نصفيه. ثم التفاح هنا موجود وما كيديوهاش فيه، غير مشتت في الغابه. مشيت حيدتو. كعرفوا التفاح عندنا في المغرب ما تنشوفوش قريب دابا ما بقيناش تنشوفوه، ما بقاش حتى موجود عندنا هنايا. تبارك الله ما شاء الله يمشتت في الغابه تياكلوه الطيور وما كاينش اللي كيديها فيه نهائيا. هانتوما خوتي دابا غادي يبقى 40 يوم ونعاود نصفيه ونستفو لها في القراعي باش يولي بهاد باش ما كاين علاش عاود نوريكم. يولي بهذا الشكل هكا ومزيان للسخانه، مزيان للهضم، يتشرب، تيصلح بزاف د الحوايج. الواحد الا قدر كاين موجود عنده التفاح يدير بهذه الطريقه هذه. يا خوتي ما تنساونيش باللايك ديالكم والمتابعه، اللي ما اشتركش اشترك. وشكرا على المتابعه والى اللقاء. السلام عليكم.